سمعتوا قبل كده عن الجن أبو نواس؟ أبو نواس الجن اللي الناس بتحكي عنه من زمان واللي قصته مش عادية خالص. أبو نواس مش جن عادي، ده جن ذكي جدا يعرف البشر أكتر من البشر تعرف نفسها. أنا الراوية الغامضة، أحمل مفاتيح القصص التي تهمس بها الأرواح. اقترب واستمع. بيحب يلعب ألعاب خطيرة جدا مع الناس، ألعاب تخلي قلبك يقف من الرعب. بيقولوا زمان إنه كان بيظهر للناس فجأة من غير مقدمات، ساعات في نص الليل وانت نايم تحس بحاجة حواليك، تحس إن الجو اتغير ولقيته بيظهر لك شكله ما ينفعش تتوقعه. مرات يكون راجل ومرات يتحول لحيوان، وأوقات ناس بتشوفه على هيئة حد تعرفه، بس لما تحاول تقرب تحس إنك تايه ومش قادر تتحرك. ودي بتبقى لعبته المفضلة، إنه يخوفك وفي نفس الوقت يخليك مش قادر تلفت وشك عنه. اللي شافه لأول مرة بيقولوا تحس إنك مش في العالم بتاعك، كل حاجة حواليك بتتحرك لوحدها، الحيطان بتتحرك لوحدها، اسمك بيفضل يتنادى عليك، وصوت رياح بيقرب منك ويحكي لك قصص غريبة. أبو نواس كان دايما بيظهر في اللحظات اللي محدش فيها متوقع، وده اللي خلى الناس تخاف وتتحفظ تحكي عن اللي شافوه. بس في أحدى القرى واحد من الأهالي كان ساكن لوحده في بيت صغير، وفي ليلة من الليالي أبو نواس قرر يظهر له. الراجل كان نايم وفجأة حس إن حد بيبص له، فتح عينيه وما شافش حد قصاده، بس سمع صوت خفيف بيقول له: إيه يا عم، مستني ايه؟ تعال العب شوية. الراجل قام متوتر ومخضوض وقال في نفسه: انا ماليش في الكلام دوت. لكن ابو نواس ضحك ضحكة ما تتنسيش، ضحكة تخلي قلبك يخبط بسرعة. ضحكته كأنه دمج بين صوت الرياح وصفير الشبح، وقال له: يا عم مش هتقدر تهرب مني. ابو نواس ما كانش بيخاف من اي حد ولا اي حد يقدر يوقفه، كان بيقدر يتحكم في كل حاجة حواليه، يحرك الأشياء من غير ما يمسك، يخلي الحيطان تهمس باسمه، يخلي الظل بتاعك يتحرك لوحده، ويحاول يضحكك وفي نفس الوقت يخوفك لحد ما تحس إنك مش عايش في واقعك. اللي شافه أبو نواس قال: كان كأن الأرض بتتهز من تحتي والهواء بيلف حواليا وأنا مش قادر أعمل أي حاجة، وكل ده كان لعبة بالنسبة له. وبيحكي كمان عن نكت أبو نواس الغريبة، ساعات كان بيضحكه بطريقة تخليه يضحك غصب عنه من قلبه، وبعد دقيقة كان قلبه بيبقى هيقف من الخوف. وده سره، إنه بيعرف يسيطر على مشاعرك كلها في نفس الوقت، يخليك مبسوط ومرعوب ومتحير، كل ده في نفس اللحظة. أبو نواس ما كانش بيظهر للناس، لا، كان بيختبرهم، بيختبر شجاعتهم وذكائهم وأحيانا طيبتهم. لو شاف إن شخص عنده فضول زايد أو عنده غرور يبدأ يلعب معاه بطريقة مخيفة. وبيقولوا إن اللي حاول يكذب عليه أو يخدعه كان أبو نواس بيخلي حياته كلها كابوس، وده اللي خلى الناس تخاف منه وتسمع حكاياته بدون ما تشوف بعينيها. اللي عرفوا قصته كويس قالوا أبو نواس مش مجرد جن، ده لغز وده سر وده قصة محدش يقدر يفهم نهايتها. واللي قابلوه قالوا إنهم شافوه ما قدرش يحكي كل حاجة، بعضهم بس بيقول لو شفت ضحكته في الليل ما تبصش ليه وما تحاولش تهرب، لأنك لو عجبته ممكن ياخدك لعالم مش هترجع منه. أبو نواس أوقات يظهر في الطرق اللي ما فيهاش حد، وساعات بيتحرك على شكل ضوء أو ظل، وساعات بيظهر كأنه صديق قديم عايز يلعب معاك. بس كل لعبة وليها نهاية، والنهاية دي ساعات بتخوف أكتر من أي حاجة تانية. أبو نواس كمان بيحب يختبر الناس الفضولية، لو شاف إن شخص عنده فضول زايد عن اللزوم يبدأ يغريه بأشياء غريبة، يخليه يشوف أشياء ما ينفعش يشوفها، يسمع أصوات ما يسمعهاش أبدا حد. واللي ما يقدرش يتصرف صح بيوقف حياته كلها على كابوس ما بيخلص منه. اللي غريب أكتر إن حكاياته لسه موجودة لحد النهاردة، والناس بتحكي عنه في الليل، وفي القرى دايما بيتكلموا عنه، حتى في المدن، وبيقولوا عن أصوات وضحكات وحركات. كل دي علامة على إن أبو نواس لسه موجود وبيستنى اللحظة المناسبة عشان يظهر لك، وفجأة وانت مش مستعد خالص. فكر فيها، لو في يوم قابلت الجن أبو نواس هتضحك معاه ولا هتندم طول حياتك؟ لأنه مع أبو نواس كل شيء ممكن، والأخطر إنك ممكن ما تعرفش إمتى اللعب هيتحول لكابوس. لو عجبك الفيديو والحكاية اشترك في القناة واستنى حكاياتي الجاية.